عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. خلينا نتكلم في موضوع كنت انا وانت بنتكلم فيه من يومين. احيانا لما بيجي لك مكالمه من المكالمات عامه هفضحني بقى. بتبقى انت في وقت من الاوقات سواء بغض النظر الشخص ده قريب او بعيد يعني، بس في اوقات كده ما بتبقاش فاضي ان انت المكالمه بتاعتك دي تطول عامه، تمام؟ فبتبقى عايز تاخد بملقط كده، تقوم مختار كلمه واحده من وسط او حاجه من وسط الكلام اللي بيتقالك، وبعد كده تقوم خاتم بيها المكالمه بتاعتك عشان انت مش فاضي. احيانا في ناس ما بتديلكش فرصه ان انت بقى تلقط الفراغ في المكالمه، او ان انت مثلا احيانا بتخليه يقول لك استنى ده انا نسيت احكي لك على حوار، فانت بتبقى عارف ان انت داخل على حوار فبتشيل همه من قبل ما تسمعه بالزبط. ولما تحس ان الحوار خلص هيقوم مدخلك في حوار تاني، او مثلا انت ساعات بتقوم مدي رد فعل على ان الحوار خلص، يقول يا نهار ابيض، تقوم مديها رياكشن يقول لك استنى بس لسه ده لسه ما خلصش ده انا لسه ما خلصتش، فانت تحسي طيب يبقى انا دخلت في ايه، في حوار تاني، في كيو غلط. ايوه غلط كيو بتاعك. لازم تستنى. يعني اوقات بتبقى قاعد انت فاهم هو كيو فعلا، انت قاعد مستني اللحظه الصح المظبوطه اللي ما يبانش ان انت عايز تكروت المكالمه كده، او ان انت عايز تقفل، او ان انت مش فايق للشخص ده، فبتستنى لحظه مظبوطه كده عشان تقفل. اوقات بقى بتفضل قاعد مستنيها لبقيه المكالمه ما بتجيش والله العظيم. وفي ناس بتقولها، يعني بتقول هي دي كانت هنا. طب بص بقى هقول لك حاجه، هو مش سامع، هو مكمل في الموضوع ولا اكنك بتقول اي حاجه يعني الموضوع بيبقى صعب جدا جدا. صح. فدي حاجه كل الناس بتعملها وبتكتشف ان كل يعني انت في الاول كل واحد فينا بيعمل الحركه دي من نفسه، بيبقى فاكر ان هو كده اذكى من غيره، بس بيكتشف لما يجي يفتح الموضوع ده مع حد يلاقي الناس كلها تقول لك انا برضو بحس دايما بكده، بحس دايما ان انا لما حد مثلا بيطلبني مكالمه تبقى تقيله عليا وما ردتش، لما ارجع اكلمه ببقى بدعي واقول يا رب هو كمان ما يردش ونتوه من بعض، ما نرجعش لبعض. انا احب العلاقات دي قوي طبعا جدا، تبقى مريحه وما فيهاش اي جدا والله العظيم. كلمتك ما ردتش، كلمتني ما ردتش، يومنا بيعدي. ولما نيجي نتكلم بعد كده نقول له يا عم بقى لنا فتره بنجري ورا بعض. الجمله دي على فكره بتهون الدنيا، بتعدي حاجات لذيذه، بتبين ان في افرت او في مجهود بيتعمل عشان مش عارف ايه، بس كل واحد يعني برضو مقدر مشاغل التاني. مفيش نصيب. يروح قايل له ايه يا راجل بقى لنا كتير بنجري ورا بعض، هما الاثنين اصلا مش حدش طايق ان التاني يرد. فعموما في حاجات كده وحركات وتكات صغيره كده كل واحد فينا بيبقى بيلجأ لها وبيستخدمها، وبيبقى فاكر بس هو الوحيد اللي بيبقى مركز في الموضوع ده، ولكن لو فتح الموضوع ده مع ناس كتير حواليه هتلاقي الناس بتقول له انا كمان بعمل كده ويمكن اسخن كمان. فعايزين نعرف الحركات الصغيره كده اللي انت فاكر ان هي دي، بس طلع ان الناس كلها بتعملها. فاكر انت خبيث فيها قوي، يعني هو انت بس اللي بتعملها وبتعرف تخلع من مكالمة او بتعرف تتهرب من حاجة معينة بالشكل ده، بس هو انت اساسا الناس كلها بتعمل كده، واللي بتتهرب منه هو فاهم ده وبيسيبك خلاص تمام اوكي شكلك عايز تقفل فايه. بس في ناس بس مش كل الناس بتفهمها، في ناس ما عندهاش السنس. لا ما اكيد يعني في ناس بجد ما عندهاش السنس، اللي هو فن انت فاضية دلوقتي، لا والله انا داخله ميتنج كمان 5 دقايق، طب ماشي خدي الحوار ده. هو مش بيسمع غير انه عنده 5 دقايق بحالهم يتكلم، فهو في حوار لمدة ساعة الا ربع هو عايز يلخصه في 5 دقايق، فعمرهم ما بيخلصوا في 5 دقايق، وبيبقى دايما لا انت فاهم هو بيقول ايه من سرعة الكلام، والاحداث ابتدت تتراكم عليك، وانت ممكن تكون مهتم وعايز تسمع بس مش دلوقتي يعني دلوقتي، وفي اوقات بجد ما تبقاش عايز تسمع ولا دلوقتي ولا بعدين انت بتعمل حاجه والله داخل انام، طب بص يا ابني بقول لك داخل انام، امال لو كنت قايل لك لسه صاحي هتعمل فيا. طب بص ففي قبل ما تنام، مش انت داخل تنام، ده برضه هو بيسمعها ان هو عنده يعني فرصه ان هو يتكلم قبل ما تخش تنام. بيقول انا بشاور لمراتي تنده عليا عشان اقفل، عشان اللي قدامي يعني يحس ان هو لا ما تبقاش عايزاك تقفل. ايه بتقول ايه؟ يوم بالظبط اول ما يقفل ويلاقي نفسه دخل في حدوته تانية يحس بس كان قضاء اخف من قضاء. بس ندمت على الحركه دي، يا ريتني كنت مزنوق في التليفون احسن من الزنقه اللي انا فيها دي دلوقتي. ازاي بتخلع من المكالمات دي؟ هو ده اللي احنا كنا بنسالكم عليه يا جماعه. انا بخش دايما اول ما المكالمه تطول وابقى مش عارف اجرب كل الحيل ما بتنفعش معايا، بقوم داخل على العيال وهما بيتخانقوا مع بعض عشان يحس ان في
انا واضح انا في كلمتك في وقت مش تانية. انت محتاج تقفل شكلك. انا محتاجه اقفل ضروري. صح. العيال ماسكين في بعض وهو بيقفل كده كده وبيرجع، يعني بيسيب العيال مكملين، مفيش مشكله. امسكوا ولعوا في بعض. ما انا بس بستخدمكم كده عشان اعرف اخلع من المكالمه دي. صح. ولا ان بيبقى فيه زي كيو كده اللي هو انت مجرد لما الشخص ده ياخد نفس صح، تبتدي انت تقفل باللي هو طيب ماشي. مش وفي ساعات بتبقى اللي هو بتغير الموضوع بسؤال على مثلا وراك ايه بالليل، ورايا كذا كذا، طب خلاص خليني اخلص. هنا الكيو بتاعك انت خلاص دخلت بالقفله فتحت موضوع تاني بس بتقفله في نفس الوقت. بالظبط. طب احنا نتقابل امتى؟ شوف انت، انا اي وقت، انا الاسبوع الجاي كله مش عارف ايه. طب وانا برضو الاسبوع الجاي عندي حاجه، ممكن على ال3 أو ال4 اقوم مكلمك. ماشي يلا سلام. بس سلام. انت اجلت المكالمه لل3 أو ال4 زي الفل. تمام صح. ان شاء الله ال3 أو ال4 يكون مودي مختلف واقدر استحمل المكالمه دي ونكملها مع بعض والدنيا تبقى زي الفل. فهي في طرق كتيره جدا، وفي طرق بقى اللي هي الدايركت كده. يعني دي حاجه انا اوقات كتير بلجأ لها للاسف، بس خلاص صحابي وفاهميني ومستحملين بعض، مفيش مشكله. انا ممكن اخش ما بستناش نفس، ما بستناش حاجه، انا عايزه اقفل. بخش اقول انا عايزه اقفل. اكلمك كلميني تاني. امتى بقى ما بنسالش بقى هي تاني دي اللي هو لا ما تقعدش بقى مستني ان انا صح خلاص وهي تتسحل وانت تتسحلي بالظبط كده، ونبقى نتكلم بقى بعديها باسبوع اسبوعين، مش فارقه. بس ساعات بقى يعني بقرر اللي هو بدل بقى ما تقفش وايه ده شكلك بتقفلي شكلك بتاع، لا مش شكلي انا بقفل. انا عايزه اقفل دلوقتي. سكه ودغري. الواتساب بينجز كتير قوي. بجد بينجز كتير. يعني دايما بنقعد نقول لو الموضوع مش لازم له مكالمه ابعت لي مسج، مش لدرجه ان انت تكلمني. يعني في اوقات كده بتبقى في مواضيع مش لازم ان انت تكلمني في التليفون، ابعتها لي في رساله وانا هقراها صح وخلاص شكرا. واوقات اصلا بتبقى بتكلم حد يقول لك على ما تنساش تعمل كذا كذا، لا ابعتها لي بقى على واتساب عشان افتكر. هتقول لي في التليفون صح، بمجرد ان انا هقفل معاك المعلومه هتروح، فبعتها لي على واتساب عشان بس يبقى في زي ريمايندر بسيط كده. صح. في منار بتقول، بقعد اقول وحاضر وماشي وايوه طبعا وكده واصوات كده اللي هو يبين ان هي مش مركزه في المكالمه، فاللي هو تتسال بقى انت بتعملي حاجه؟ لا والله مسؤوله في كذا. طب خلاص هكلمك بعدين. بس في ناس يا منور للاسف ما عندهاش بقى السنسر بتاع ان انت مسؤوله فانا هكلمك بعدين. لا انا معاكي. عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام